تفتكروا ايه الفرق ما بين حد غير حياته وحد لسه واقف مكانه لحد دلوقتي؟ مش ذكاء ولا شطارة. الفرق هو ان انا صاحي النهاردة ما عنديش حماس، ما عنديش طاقة ان انا اعمل الحاجة اللي المفروض اعملها، بس انا هستمر واكمل سعي. هي دي سر 1% اللي بيكملوا الاستمرارية. طيب كم مرة عملنا جدول تحفة ورسمنا ولونا وتحدي ال21 يوم ويوم والتاني وشكرا على كده، مش فاكر أصلا الجدول دوت مكانه فين. هي دي المشكلة، الحماس الزيادة في الأول بيخلينا نقع في النص، ودوت اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، ازاي نستمر. أول حاجة، بلاش نظام الدخلة الجامدة. عقلك لما بيحس ان هو داخل على حاجات كتير مرة واحدة بيهرب، ما بيكملش حتى لو الحاجة دي هتساعدك ان انت تكون احسن. فواحدة واحدة على نفسك. احنا في الاول مش محتاجين ان احنا نشوف هننتج قد ايه، على قد ما احنا محتاجين نثبت عادة. ثبتنا العادة، زود براحتك، العب ساعة، اقرا كتاب كله في اسبوع، اعمل كل اللي انت عايزه، بس ثبت عادة الاول. خلاص ثبتنا عادة وكله بقى زي الفل، نيجي بقى على الخطوة اللي بعد كده. ازاي استمر؟ انت مش كل يوم زي ما بنقول هتسحب بنفس الحماس والطاقة انك تعمل نفس الحاجة دي. اعمل ايه؟ في قاعدة كده انا مسميها: اليوم اللي يقع ما يجيش وراه اخوه. انا النهارده جالي مشوار مفاجئ، اضطريت ان انا اسهر في الشغل، ما قدرتش ان انا اروح اعمل الحاجات الكتير اللي كانت عليا. صحي تعبان كسلان، ظروف الحياة كتير اللي ممكن تحصل. اعمل ايه تاني يوم؟ اعمل الحاجة دي لو بنسبة 20%. ما خليش اليوم التاني يقع مني ابدا. يومين ورا بعض لا، حتى لو انا مش قادر اعمل الحاجة دي برضو لا، انا هاخد بس 5 دقايق اعمل. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده، وهي ايه؟ ازاي التزم باي عادة غصب عني. هو ده بقى السر. في حاجة في علم النفس اسمها habit stacking. معناها ايه؟ تركيب العادات. فاكرين لعبة المكعبات اللي احنا كنا بنجيبها زمان، بنحط مكعب فوق مكعب؟ هو ده بالظبط اللي احنا هنعمله. هنجيب عادة قديمة نركبها على عادة جديدة. يعني ايه؟ احنا مثلا يعتبر اغلبيتنا ما بيعرفش يعمل اي حاجة قبل كوباية القهوة. يبقى انا عندي كوباية القهوة حاجة اساسية بتحصل في يومي. يبقى انا العادة القديمة عندي هي كوباية القهوة، والعادة الجديدة ان انا عايز كل يوم اكتب ايه الحاجات اللي انا هعملها في يومي. دي العادة الجديدة. يبقى وانا بشرب كوباية القهوة بتاعتي، بدل ما انا هقعد اسكرول، لا، انا هكتب ايه ال3 حاجات اللي اعملها في يومي. انت كده دخلت حاجتين مع بعض بذكاء. احنا ما بنحبش الزحمة الكتير، عقلك بيتخض زي ما قلت لكم لما في حاجة بتحصل مرة واحدة. الفكرة في ان احنا مش بنكمل، ان احنا بنحاول واحنا بندخل عادة جديدة في حياتنا ان احنا نخلق لها وقت ومجهود من الصفر. فدوت بيحسسك ان انا اصلا مضغوط، هضغط نفسي اكتر، حتى لو زي ما بقول لكم ان الحاجة دي لو مفيدة هتهرب منها. فحتة ان احنا ندخل عادة قديمة مع عادة جديدة هتفرق جدا، جربوها. جهز بيتك. يعني ايه؟ يعني ما تعتمدش على قوة ارادتك طول اليوم لان هي هتروح. حاول تسهل الدنيا على نفسك. انا عايز اشرب ميه كتير، ازازه الميه قدامي على المكتب، انا مش كل شويه اقوم اشرب ميه. انت ممكن من كتر الضغط والسحله بتاعه اليوم تنسى تاكل وتنسى تشرب اصلا. تمام. انا عايز مثلا اصور فيديو، انا قبل ما انام بالليل حطيت الستاند وجهزت كل حاجه على اني اقوم البس واقعد اعمل الفيديو ده. فخلي الدنيا سهله وبسيطه على نفسك، ما تعقدهاش. فكري او فكر، انت مين مش هتعمل ايه. يعني ايه؟ لما بتصدق ان الصفة دي او بتصدقي ان الصفة دي فيكي، افعالك بتمشي ورا افكارك، فبتعملي الحاجة دي من غير مجهود كبير. يعني ايه؟ تعالوا كده نتخيل لو انا قلت لنفسي انت لازم تخلصي الشغل ده كله النهارده، علشان خلاص مفيش وقت. انت لازم تقومي تذاكري وتخلصي كل اللي وراكي. انت لازم تقومي ترتبي الدنيا وترتبي اوضتك. مجرد ما العقل بيحس انه مجبر، بيحصل له حاجتين: بيكسل وبيتوتر، والحاجتين دول هيخلوكم ما تعملوش الحاجة بأحسن نتيجة. فإيه الحل هنا؟ أصدق إن أنا من صفاتي إن أنا شخصية منظمة. فغصب عنك لما تلاقي الدنيا معشوقة حواليكي كده، لا أنا مش مرتاحة، فهتلاقي نفسك بتتحرك إنك تعمل إن أنت تنظم الدنيا حواليك عشان تكون مرتاح. لما أصدق إن أنا شخصية مسؤولة، مش غصب عني بقى هبقى حابب ان انا شغلي يتسلم في ميعاده، محدش يجي يسألني انت شغلك فين او انت ليه ما خلصتش اللي وراك. فهتلاقي نفسك انت من نفسك بتتحرك انك تعمل دوت. لما اصدق ان انا شخص ناجح وطموح، وان انا فعلا شخصية
عارفة هي عايزة إيه، دوّة هيخلّيني أقوم أذاكر حتى لو المذاكرة صعبة وحتى لو المذاكرة مش أحسن حاجة، بس أنا هاقوم بكل حُب أعمل ده عشان أنا شخصية ناجحة وشخصية طموحة. فصدّق اللي أنت بتعمله هتلاقي نَفْسك بتتصرّف بالشكل دوّة، حتى لو دي الحاجة دي مش فيك لأ، ابدأ مرّن نَفْسك على كده. أنا شخصية منظّمة هتلاقي حياتك بتترتّب، أنا شخصية مسؤولة هتلاقي نَفْسك بتتعامل مع كل حاجة بمسؤولية. صدّق إن أنت تستاهل وعايز توصل، هتلاقي الدنيا بتتعامل معاك على الأساس دوّة، فصدّق نَفْسك الدنيا تصدّقك. الصبر، خلّيك إنسان صبور. يعني إيه، مش معنى إن أنا باسعى وباعمل مجهود وبإن أنا باسهر طول الليل إن أنا هالاقي نتيجة في نَفْس الوقت، لأ. ممكن نسعى سنين ولسه إحنا مش لاقيين نتيجة، وأنا عارفة إن دي من أصعب الحاجات اللي بتواجهنا وإحنا بنسعى، إن إحنا ممكن ما نلاقيش النتيجة بتظهر بسهولة، أو ممكن النتيجة أصلًا ما تظهرش خالص. طَب أنا ماشي صح، طَب أنا ماشي غلط، طَب أنا إيه الغلط اللي باعمله؟ لأ خالص، أنت بتبني عقلية، بتبني شخصية، أنت بتقوي نفسك، أنت بتطور من نفسك، كل ده بياخد وقت. تعالوا أحكي لكم حكاية اسمها شجرة البامبو، هاحط لكم صورتها هنا عشان أوريكم شكلها. بتقول إيه بقى، إحنا عارفين إن مثلًا الفلاح بييجي بيحط السماد في الأرض وبيسقيها يوم ورا يوم، أسبوع ورا أسبوع، شهر ورا شهر. أول سنة ما فيش أي حاجة بتطلع فوق الأرض خالص، تاني سنة صحرا، الأرض ناشفة ما فيش أي حاجة، بس هو الفلاح مكمّل. تالت سنة ورابع سنة ما فيش أي حاجة ولا أثر للحياة أصلًا، لدرجة إن ممكن لو حد معدّي كده يضحك على الفلاح ده، أنت بتعمل إيه؟ أنت بقى لك 4 سنين هنا وما فيش حاجة حضرتك. عارفين أنتم مثلًا لو ماشيين ولاقيين واحد في زرعة كل يوم بيسقيها وهي مجرد تراب، هتضحك عليه، أنت بتعمل إيه؟ ده بالضبط اللي بيحصل معانا. ممكن حد بيشوفك بتستمر وبتجتهد وأنت لسه في نفس المكان اللي أنت فيه، ده مش معناه إنك ماشي غلط، ده معناه إن لسه وقتك ما جاش، لسه بتبني نفسك، لسه ربنا شايل لك الأحسن. فإحنا هنا محتاجين الصبر، وده اللي الفلاح عمله، استمر في السعي وصبر لحد بقى لما بيجي السنة الخامسة. إيه اللي بيحصل؟ الشجرة دي من 5 ل6 أسابيع بتكبر وبتطول 25 متر. طب هل الشجرة تولد ال25 متر دول في ال5 6 أسابيع بس؟ لأ، هي كبرت في 5 سنين سعي وصبر واستمرارية. ده اللي احنا محتاجين نحطه في دماغنا، إن احنا بنستمر وبنسعى وبنجتهد، ونتيجة سعينا هنشوفها حتى لو بعد سنين كتير، حتى لو مش في نفس الطريق اللي احنا كنا ماشيين فيه، ربنا هيعوضنا بالأحسن. فخليك واثق في نفسك، خليك واثق في مجهودك، وافتكر إن شجرة البامبو ما قصرتش في حاجة في حق اللي سقاها. طيب، وآخر حاجة بقى، عارفين إمتى نحس إن إحنا بقينا فعلًا أشخاص ناجحين ومستمرين وإن إحنا فعلًا بنكمّل في الحاجة اللي بنعملها؟ لمّا تحس إن أنت مش مرتاح لو ما عملتش الحاجة دي. يعني أنا دخلت أنام ونسيت فرض مثلًا من فروض الصلاة بتاعتي ما صليتهاش، لأ مش هتحس إن أنت مرتاح، هتقوم حالًا وتتوضى وتصلي. لمّا ما أقراش ورد القرآن بتاعي هتحس إن أنت مش قادر، في حاجة ناقصة، في حاجة أنت مش مرتاح. ساعتها تبقى العادة بقت جزء من شخصيتك، ومبروك أنت كده ماشي صح. إحنا كده خلصنا، أنا مش عايزة أطوّل عليكم أكتر من كده زي الفيديو اللي فات، وقولوا لي إيه أكتر حاجة بتساعدكم إن أنتم تستمروا، وإيه أكتر حاجة بتوقّفكم. قولوا لي أنتم حابين تشوفوا إيه الفترة الجاية. بس كده، باي باي.